التوم، في ناس بتعتبره علاج لكل حاجة، وفي ناس بتخاف منه خصوصا في رمضان. يا ترى التوم بيقوي المناعة ولا بيتعب المعدة؟ التوم عنصر أساسي في معظم أكل رمضان، بس تأثيره على الجسم بيبقى تأثير كبير مش بسيط زي ما احنا فاكرين. التوم ليه دور كبير في تقوية المناعة، وده لأنه غني بمركبات طبيعية قوية زي الأليسين، بتقوي جهاز المناعة وتساعد الجسم يحارب البكتيريا والفيروسات، وكمان بتقلل فرص العدوى. وكمان التوم بيساعد في تقليل الالتهابات، وبيحسن تدفق الدم في الجسم، وده بيساعد على نشاط أفضل ويقلل الإحساس بالإجهاد، وده مهم جدا خصوصا في رمضان. بس المشكلة إن التوم لو اتاكل على معدة فاضية ممكن يسبب حموضة أو حرقان وتهيج للمعدة عند بعض الناس، خصوصا اللي عندهم حساسية في الجهاز الهضمي. ولو جينا نشوف مين أكتر حد بيتعب من التوم، هنلاقي إن اللي عنده قرحة في المعدة أو قولون عصبي هو أكتر حد ممكن يتعب من التوم. والتوم الني ممكن يتعبك فعلا ويزود التهيج والألم، عشان كده لازم تاخد بالك وتحاول تتجنب الاستخدام المفرط ليه. طب الحل إيه؟ إنك تاكل التوم مطبوخ ومع الأكل، مش على معدة فاضية، كده تستفيد أكتر بفوائده ومن غير ما تتعب معدتك. وفي السحور خليك في كميات بسيطة جدا منه عشان ما يعطشكش طول النهار ولا يرهق معدتك أثناء الصيام، وكده تاخد فايدته من غير مشاكل. والخلاصة إن التوم مفيد فعلا، بس مش لكل الناس ولا بأي طريقة. الكمية والتوقيت هما الفرق بين الفايدة والتعب. معلومة بسيطة بس فايدتها كبيرة. فايدة هاب، فايدة بسيطة بس تأثيرها كبير.